سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رايحين نديرو كيف الخبز بالفرينه الكامله. ها هيك تي 150. انا كنت حنقول لكم تي 50 تي 150 فرينه ماما، فرينه الكامله اللي كيما على بالكم كاع الناس راهي تحب يعني تنقص في الفرينه هذيك البيضه ويحبوا هاد لافارين كومبليت. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. نعجن في البيتران وانتوما كل وحده ودير يعني بالمقدور ديالها، يعني اللي عندها بيتخا حتكون احسن. رايحه نفرغ هذاك الكيلو تاع الفارينه مشكره ديالو. هاد الفارينه ما تتصيرش، ورايحه نحطها في البيتخا نعجنها. دوكا نعجن الفارينه تاع الكامله ما تتعجنش كيما الفارينه البيضاء. الفارينه الكامله نعجنوها هي قبل ما نديرو لا السكر لا حتى شيء، لا ملح لا والو، لا خميره. رايحه نفرغ الماء، ومن الماء ما نفرغوش كاع على ضربه البنات، راح نفرغو غير بشويه باسكو مانيش عارفه هاد الفارينه اذا كانت تشرب ولا لا. واذا شفتوها شربت ولات يابسه ومازال كملنا لا كونتيتي ومازال يابسه، لا نزيدوها. هي هاد الفارينه ما يليق تجي جاريه كيما موالفه نديروها في الفارينه البيضاء، ما يليق نديروها ناشفه يابسه. دوك نوريكم كيفاش نروحوا معها غير بشويه. عجنت هذيك الفارينه، شوفوا هاي هنا في البيترا، شوفوا كيفاش راهي معجونه. ها خصني نجبد لكم شويه، شوفوا كيفاش العجينه تاعها كيفاش دايره. دوكا واش رايحه ندير؟ رايحه ندير الخميره. جبت 20 غرام نتاع الخميره، 20 غرام تاع الخميره. استنى نكيلها لكم بالمغرف، جو سي با شحال. دوك نوريكم بالمغرف شحال دير 20 غرام باش تبان. 20 غرام. هاي لك مغرف واحدة كبيرة ونص، مغرف كبيرة ونص معناتها 20 غرام. كيما على بالكم في الكيلو نتاع الفارينة ولا سميد نديرو 20 غرام تاع الخميرة تاع الخبز، وندير فيها نص مغرفة تاع الماكلة تاع السكر، وما نديرش بزاف الماء، غير شوية برك. قيس ما هذيك الخميرة تتشمخ. كاين اللي يديرها هكا الخميره ويحطها لداخل في مع كي تعجنيها تحطها، بصح انا ما نحبش نحطها هكاك، نحب نشمخها ونعطيها الوقت غير شويه شغل تشمخ. هذا ما كان كيما راكم تشوفوا مانيش ندير في الماء بزاف باش العجينه ما تجينيش يعني جاريه كيما موالف نديرها، وما تجينيش قلنا ناشفه. انا هاد الفارينه هاد الكيلو تاع الفارينه دالي 600 غرام نتاع الماء، 600 غرام نتاع الماء. هاي ديك الخميره كيفاش ولات، راكم تشوفوا هاي كيفاش ولات. رايحه نحطها في لو بيتران ونديرها تدور مده 10 دقائق. الخميره اللي فرغتها لداخل في لو بيتران فوق الخبز، ودوكا نخليها تدور 10 دقائق كيما راكم تشوفوا. على بالكم المعجنات تاوعي دائما ندير فيهم الخل هكذا، ندير 2 مغارف خل. علاش؟ باش تجيني خفيفه. شوفوا هيك. ودوكا راح نفرغ 18 غرام نتاع الملح. دوك نكيل لكم الملح شحال هذه 18، بس كيما على بالكم الخبز فيه 20 غرام في تاع الفرينه، بصح تاع هذا الفرينه كامله درت فيها 18. هاكم تشوفوا المغرفه راهي واصله حتى لهنا، معناتها نقصت شويه نتاع الملح. ودروك نخليها تدور مده 5 دقائق. ما عجنتها البنات رايحه نزيد لها شوف ربع كاس نتاع الزيت. انا درت زيت الزيتون، كل وحده واش دير هكذا. هايك نعجنها حوالي واحد 5 دقائق حتى يدخل هذاك الزيت في هذيك الفارينه. نجيبو شويه برك فارينه، غير شويه، هذا ما كان فارينه. ونجيبو
لاكيور تاع البيترا ونحبطو هذيك لاباط. واش ندير باك نعاود نبدا ندير لها هكذا غير شويه فاينه، ما نكثرولهاش غير باه ما تواسيناش، باه تجينا ليس برك. هذا ما كان. شوفوا كيفاش راهي دايره، شوفوا. دوك واش ندير، دوك نغطيها، نحطها في تاع البيترا هادي جنب فيه، نغطيها ونخليها مده ساعه. بعد ساعه نتلاقاو. هذيك يا البنات شوفوا بعد ما خمر، راني درتو في حاجه بيضه ترونسبارون باش يبان لكم. شوفوا كيفاش خمر، الله يبارك. ها راكم تشوفوا. واش رايحه ندير، رايحه ندير شويه فرينه ونفرغو. معليش هاني هزيتو هذاك السيبور ونفرغو هكا. شوفوا نحطو دوكا كامل فوق البلون دو طرافاي ونديكازي منو كاع هادو لي غاز. مش معناتها نديكازي نحيلو كامل هادوك لي غاز اللي راهم في العجينه. ودوكا رايحه نقطعو، حنديرهم خبيزات 150 غرام. هاد لاباط كاع حنقطعها مرصوات تاع 150 غرام. هذيك يا البنات جابت لي 11 خبزه كيلو فرينه. جابلنا 11 خبزه. نجيبو نرشو الفرينه ونديروهم على شكل دي بول هكذا باش نفاصونيوهم هكذا، ولا ديروهم كيما هكا. المهم ولا ديروهم بزوج يدين، المهم نديروهم هكذا دي بول ونخليهم يريحوا هاد 5 دقائق ولا باش يجوني في الفاصوناج يجوني سهلين. ها ديروهم هكذا بزوج يدين، واللي تعرف تقرصهم، واللي ما تحب ديرهم صغار ديرهم صغار. واللي انا حنديرهم كون كي شغل دي باغيت، شغل خبيزات. بصح اللي تحب ديرهم مدورين دير تكبر شويه في هذه باش ديرها خبزه سوا كبيره وتقطعها. ولا انا نحب كل واحد يدي خبزته هكا، يحب ياكلها يحب يخليه نصها كيما تحبوا. صدقوني هذا الخبز صحي 100%. او حتى الزيت ودرنا زيت الزيتون. رقم 11 كانت كبيره، كان جاتني 190 غرام. راح تكون خبزه اكثر من هذوك الخبزات اللي درناهم. صدقوني الخبز هذا هايل خفيف. شوفوا كي نديروا فيه الخل يبدا داير كي الريشه، وكي نعجنوه مليح تاني يبدا خفيف بلا ما نديروا فيه يعني لاميليورون. هاكو تشوفوا وربي شاهد انا ما درتش لاميليورون، درت معاكم الخل كيما كنتو تشوفوا. شوفوا نديرهم دي بول دوكا ونخليهم يريحوا واحد 5 دقائق. نجيب غير شويه فاينه ما نكثرش بزاف، ونجيب الاولى اللي بسيطه وندير لها هكا. شوفوا ندير لها شويه فاينه من الفوق. نحلوها مليح، ولا نقدروا نجيبوا الحلال ندير بلا حلال. ها شوف نطويها وندير لها هاك وندخل شويه هذوك اللي منهم. ها شوف هاك وندخل هادو شويه القرون اللي منهم باه ما يتفتحوليش من بعد. شوف ها من بعد نحكم نغلق هكذا تخي بيان. ما نخليش الفتحه يعني محلوله. نطل هكذا نواسيها، بعد نعاود نرقدها بيان. باك واش ندير، نبدا انواسها. شوفوا راح نوريكم هذا الشكل الاول. سي دي باغيت يجوا منه من رقه والوسطاني خشن. شوفوا راكم تشوفوا الوسط كامل مانيش نمس فيه. ها راكم تشوفوا كيفاش راه وخذ منا. ها نضرب غير هادو ونرققهم. هذا نوع من نوع لي باغيت ونديهم للسنيوه. انا السنيوه ما حطيت لهاش بابي كويسون، درت لها غير شويه زيت. كاين اللي ما عندوش بابي كويسون ولا او غير الله يسترنا هذاك البابي كويسون، احنا ما نوسوش. دوك نجيب الحلال ونحلو بالحلال معاكم. نجيبو توجور الحبات الاولين اللي كانوا يريحوا كتر، نرشها غير بشويه فرينه، ما نرشهاش بزاف يا اخي. ها ما نرققهاش بزاف. ها شوف ومن بعد وقيلا نديرها منا خير. ها شوفوا نطوي، هاني طويت ونضرب هاك نزيرها مليح هاك. ها
كيما يديروا لي بولونجي، ولو اني بولونجي دوكا الناس تطورت راهي عندهم لاباراي هي اللي دير كلش. هو يدير يحط برك الماء والفارينه ويخلي كلش يديروه. ها راكي تشوفوا. ها ندخلوا هذوك الحواشي ونزيروا عليها. هاد لا فاصون كانوا يديروها لي بولونجي تاع بكري، كانت وقت الميزيريه مساكن كان البولونجي يا لالا يما. شوفوا نخلقوه تخي تخي بيان. نعاود معكم وحده اللي عندها القرون. ها هاك تجي رقيقه لي كوتي وندير لها هاك الوسط، ما نروحش كاع من جهته، ندير له هاك. راكم تشوفوا قد ما رققتوا الحواشي راهم مليح، ونحوسوا على ديك الفتحه اللي درناها الا بانت لنا. راكم تشوفوا هذه هي اللي حنحطها فوق السنيوه. هاك نحطها في السنيوه ونجيب واحده اخرى ونوريكم اللي ما درتش فيها القرون. ما نديروش فيها الفرينه غير ما تلصقناش. هذا ماك. ها راكم تشوفوا خليها هذه شويه خشينه ماشي كيما الاخرى، نفس الشيء. نطوي هاك ونزير باه تجيني سواسه كوم يعني باغيت. ندور هذوك لي كوتي هنا باه ما تتفتحليش. ها شوف ان شاء الله الصوره راهي تبين لكم كيفاش داروا خبز بولونجي في الديور. دوكا كملنا مع الحلوى درنا مع الخبز. يا اختي المراه الفحله كل حاجه ديرها في دارها. شوفوا هذا الخبز صحي 100% ومليح لصحاب الريجيم يديروه ياكلوه بالصحه والهنا. بعد نحكم هذا. شوف نضرب هاك، نضرب كاع لي كوتي ما نخليش الوسط. ها شوفوا ونحوسوا على هذيك الحاشيه وهي اللي راح نديروها في الوسط. راكم تشوفوا كيفاش ضربك نرفدها ونحطها في السنيوه. هايليك خزروا كيفاش درتهم، بعدوا بعضها على بعضاهم. ها بعدوا عليهم باسكو راهم رايحين يطيبوا، ماهمش رايحين يخمروا كيما الخبز على الفارينه. ها هولي انا كي نفاصونيهم من بعد نولي. جبت هذاك الخبز. ها لي شوفوا واش راح ندير له. راح ندير له البيض، راح نطيجونيه كامل. حكمت حبه بيض. هاي ليك درت لها شويه قهوه باش تجي لا كولور تاعها شابه، خاطرش الفرينه كامله ماهيش بيضه. ها شوف ادهنتها كي هكذا. بون البنات اللي عندها السانوج اللي عندها واش عندك ديري بذور هذوك الشيا ولا ديروا لها ثاني يديروا له يا ربي نسيت اسمه كيا الشوفان. هذاك الخشين. انا ولادي قالوا لي والو حاجه ما تحطيها من الفوق خديهولنا هكذا سامبل. مي نتوما اللي عندكم هذوما شوفان ولا بذور الشيا ولا دبروا راسكم ديروا له هكذا من الفوق. وجبت موس، انا جبت موس تاع الخبز قلت لك راح نسهلها في كلش. ومن بعدك ندير لها كي شغل شقوق تتنفس من الداخل. راكم تشوفوا. ها قلت لكم اليوم ديروا باغيت نتاع البولونجي هكذا كاع نجوز عليهم الموز. اللي تحب ما ديرش موز غير تاع الخبز يعني ماشي سبيسيال. نورمالمون هما عندهم هذيك تاع اللي يحفوا بها لالام هذيك يديروا بها. مي انا لا غير الموز تاع الخبز. نخليها بعد 5 دقائق برك. هذا ما كان شغل تريح شغل تخمر غير شويه 5 دقائق ونديرها طيب في كوشه تاع 200 درجه تكون ديجا بريشوفي ديجا عندها واحد 4 ساعه ولا 20 دقيقه ملي راهي تسخن. نديرها طيب من بعد نولي. يا البنات الخبز بعد ما كملناه واحد الريحه تطلع يا حبابي واش نقول لكم صدقوني يا وعد الخبز ما كان خوه بالفرينه الكامله زيت الزيتون ما كاش الماده الحافظه يا ودي. هذا في البرونجي ما تلقاوه. شوفوا كيفاش جا شوفوا هذا الوجه وهذا اللي من تحت. راكم تشوفوا صدقوني اللي جربوا والله ما راح تندم عليه. ويعني وردوا لي الخبر في كومونتير راني نستنى فيكم. حسبوا واش نقول لكم جربوه وخليت لكم غير الصحه والراحه. سلام.